السلام عليكم، اهلا بيكم في برنامج انت مين على تلفزيون حلوان جنوب العاصمة. ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم منا كل جديد. يعني ايه انسان شبعان؟ شبعان مشاعر، شبعان امان، شبعان راحة نفسية. يعني انسان حصل انه عنده اشباع لاحتياجاته الاساسيه. اتكلمنا عن الاحتياجات الفسيولوجيه، النهارده هنتكلم عن الاحتياج بالامان. يعني ايه احتياج الانسان للامان او مفهوم الامان عند الانسان؟ يعني اول شيء يامن رد فعل الاب والام او الاخر اللي في العلاقه عن اخطائه او تجاه اخطائه، فبالتالي يشعر بالامان في هذه العلاقه. يعني ايه الاحساس بالامان؟ يعني الإحساس بالهدوء والاستقرار والطمأنينة، ويحس الإنسان بدعم من الآخر أو من يتحمل مسؤوليته تجاه أي أخطار هو ممكن يتعرض إليها. ومن أهم مسببات عدم الإحساس بالأمان المشكلات الزوجية والصراع بين الزوجين. الصراع بين الزوجين بيؤدي لاضطرابات سلوكية خطيرة جدا، زي التبول اللا إرادي، القلق، العدوانية، الكذب، السرقة، التأخر الدراسي، كمان الصراع بين الأطفال أو بين الإخوات. كمان بيساعد على تشتت الانتباه وضعف الذاكرة. ومن الاضطرابات الشخصية الشديدة اللي ممكن يتعرض ليها الإنسان من عدم إحساسه بالأمان هي القلق والاكتئاب والانطوائية. كمان الاضطرابات النفسية اللي ممكن الإنسان يتعرض ليها من عدم إحساسه أو إشباع الأمان عنده هي الخوف والوسواس القهري اضطرابات النوم. وبيترتب على كل الاضطرابات دي اضطرابات أكبر زي كراهية الأب والأم ورفض الزواج أو الفشل في الزواج في المستقبل. كمان الميل للمخدرات وممكن تؤدي إلى الهروب من المنزل. علشان كده لازم نهتم بالإشباع النفسي للأمن والأمان منذ الصغر عن طريق توفير بيئة اجتماعية آمنة بتوفر الدفء والراحة والاطمئنان والتعاون بين أفراد الأسرة. كمان إننا نوفر الاحتياجات الفسيولوجية لأنها أكبر داعم لإحساس الإنسان بالأمان. وكمان إننا نساعد دايما في حل مشكلات الآخر أو الأطفال عن طريق إننا ندعمه نفسيا ونحسسه دايما بالسند، ونحسسه دايما إننا بنساعده في تنفيذ البلان بتاعه، فبالتالي يكون عنده صحة نفسية وعنده إحساس بالأمان، فيدرب نفسه على مواجهة الصعوبات ومواجهة المشكلات. وبكده نكون اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الاحتياجات الفسيولوجية، والنهاردة عن الاحتياج للأمان، ولسه مكملين عن الاحتياجات الأساسية للإنسان مع انت مين دكتورة هدى الشيخ على تلفزيون حلوان جنوب العاصمة.